السلام عليك يا حبيب الله محمد. كحدث نادر في الخليج العربي، أول عروس تزف على دراجة نارية وتجوب شوارع العاصمة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. عدسة عمان اليوم كانت في قلب الحدث لتغطية حفل الزفاف. اسم الله الرحمن سموا عليها تكبر وكل النور منها وفيها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. نادية حسين. أنا بايكر، صار لي أسوق دراجة تقريبا 4 سنوات. أسوق دراجة سبوستر 48. جتني فكرة إني أنا أسوي عرسي بالبايك ومسيرة بالبايك ويكون عرس بايكر، تغيير للعادة الروتينية. فجتني الفكرة من تقريبا من شهر ونص قبل العرس. الشباب ما قصروا، من دبي، أبو ظبي، راس الخيمة، من الأردن جاني، يعني بعد من عمان، ألمانيا، الكويت، ما قصروا وياي، شجعوني على الفكرة. صادفتنا وايد طبعا صعوبات وفي أمور وايد تعرقلت، بس الحمد لله على إصراري إنه يتم العرس بعرس بايكر. تم كل شيء بنجاح الحمد لله. شعوري جدا أنا مستانسة أني أول مرة حد يسوي عرس يعني بايكر، وأشكر شكل خاص لزوجي سالم المريخي. سالم المريخي. أنا حاليا بايكر تقريبا من فترة بسيطة، تقريبا شهرين تقريبا، والسبب في دخولي لمجال الدراجات اللي هي زوجتي نادية الحسني. طبعا هي الفكرة مثل ما قالت، هي عرضت علي الفكرة هذه وأنا قبلت الفكرة هذه، والحمد لله مشيت على شورها. الفكرة كانت جميلة جدا، والتطبيق والشيء استوى على أرض الواقع كان جميل جدا. أشكر موقع عمان اليوم اللي حضورهم لتغطية حدث زفافي، وأتمنى أشاركهم في أفراحهم ويشاركوني في كل أفراحي. علي شمري من الكويت، جايين مباركين مهنين حق المعاريس، وعسى الله يرزقهم إن شاء الله بالذرية الصالحة والبنون، وعسى الله يمتعهم إن شاء الله بدنياهم وآخرتهم. وجد الدباس، مقيم بالإمارات. أجينا نلبي دعوة العرسان ونبارك لهم طبعا، وإن شاء الله مثل ما بيقولوا عاداتنا إن شاء الله بالرفاه والبنين. ماهر البرواني من عمان. طبعا هذه جينا نشارك بدعوة العرسان، وأيضا نطلع مسيرة معاهم ونزفهم بطريقة مختلفة كأول مرة حسب اعتقادنا أن هي أول مرة تحصل في الخليج، ونتمنى لهم حياة سعيدة. دكتور محريق من فريق ستروكرز. بالنسبة للتجربة، هي تجربة جديدة في منطقتنا، تجربة كانت رائعة جدا زي ما شفتوا في الصور وزي شفتوا في الفيديوهات المرافقة. بتمنى لهم كل التوفيق وألف مبروك للجميع. محمد البلوشي، مؤسس ورئيس فريق إماراتس رايدرز، واليوم شرفنا أن نحضر عرس الإخوان، أن نحن كلنا كأصحاب دراجات كعائلة وحدة، وشيء فكرة جديدة يعني في الإمارات، يعني كأول عرس. يعني ناصر تغي من الكاستم شو، معرض كاستم شو الإمارات. طبعا كفكرة شباب مسوينها كعرس بايكرية، تواز نايس. طبعا أنا شفتها قبل في أوروبا، أول مرة أشوفها في الخليج عامة، وما شاء الله الحضور كان روعة، وفي ناس جايين من الكويت ومن الأردن ومن عمان والسعودية، فشيء صراحة يشرف صراحة. جابر الصايغ، الكل يعرفني بالنيك نيم جابس. ومبروكين، وإن شاء الله أتمنى كل بايكرية صغار يجيبون.